التأليف أحمد السيد. يساعد في الإخراج رائد العطار. المخرج المنفذ فراس عباس. محكمة الضمير من إخراج محمد غزاوي. الوفاء. الو، مرحبا استاذ طارق. مرحبتين، اهلا وسهلا. مين معي؟ انا الممرضة هنادي. اهلا وسهلا انسة هنادي. خير عمو لؤي في شي؟ هو طلب مني اتصل فيك لانه بده اياك ضروري. طيب انا جاي فورا، بس ان شاء الله ما في شي. بصراحة وضعه محرج كتير، يعني تحت رحمة رب العالمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب يلا انا جاي، ما بطول عليكي، مع السلامة. خير طارق، شو بعمل لؤي؟ والله ما بعرف يا صبا، الظاهر تعبان. انا رايح شوفه. صبا اذا بتريدي طالعي لي شوية مصاري. قديش يعني؟ يعني ما بعرف، هاتي 500,000 ليرة. اوف، وشو بدك بهالمبلغ طارق؟ بدي ادفع حساب المشفى. والله يا طارق صرت متكلف كتير على عمو لؤي. شو بك صبا؟ شو بك؟ الظاهر نسيتي قديش مفضل علي عمو لؤي؟ لا ما نسيت، بس يعني انت كمان ما قصرت معه. حبيبتي لو سمحتي هاتي المصاري وبعدين بنحكي. ايه على عيني. مرحبا أنسة هنادي. أهلين سيد طارق. طمنيني، كيف عمو لؤي؟ للأسف بدي أقول لك العمر إلك وضعه كتير كان سيء. شو عم تحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا عمو لؤي. ما الذي يحصل في ساحتنا حضرة المدعي؟ لقد مات لؤي يا سيدي الضمير. وهل ما زال طارق على وفائه له حتى بعد موته؟ نعم يا سيدي الضمير، لقد تكفل بكل مصاريف علاجه، والآن هو متكفل بتكاليف دفنه وعزائه. اذهب وتابع الأحداث، وعندما يكون الوضع مناسبا أحضر طارق إلى ساحتنا من أجل تكريمه. أمرك يا سيدي الضمير. طارق. نعم. يعني والله كتير يلي عملته، عم تعملوا مصاريف وعلاج ومشفى، وهلأ بدك تعمل له عزا. ايه هنادي، ايه طبعا، لأنه بزماناته تكفل بعلاج أمي وعزاها، وهلأ إجا الوقت لرد له هالجميل. ايه بس يعني لو سمحتي صبا، لو سمحتي تركيني اتصرف ولا تزيدي أوجاعي على عمو لؤي، لأنه كتير زعلان عليه، الله يرحمه. أمرك مثل ما بدك. أنا رايح أحجز صالة العزاء واشتري له قبر وظبط أمور الجنازة. يلا بخاطرك. الله معك.
ليش ما عم تسمع كلام مرتك يا طارق؟ مين حضرتك؟ شو بك طارق؟ أنا شيطانك اللي بده مصلحتك. أنا بعرف مصلحتي منيح، روح من طريقي. الجمعية الخيرية تكفلت بدفنه، بقى أنت ليش حابب تدفع كل هالمصاريف وهو لا بيقربك ولا في علاقة دم بيناتكم؟ لما كنت بحاجته ما قصر معي، وهلأ لازم رد له المعروف. روح من طريقي واتركني ارضي ضميري. هلا أنت تغربت كل هالسنين وجبت كل هالمصاري حتى تصرفها على واحد مشرد؟ إلى هيك كتير؟ قلت لك بعد عن طريقي يا شيطان، بعد عن طريقي. سمعت شو قال لك طارق يا شيطان؟ سمعت، وكتير مقهور لأني فشلت بإقناعه. ورح تضل مقهور لأنه الضمير وراك بالمرصاد. إيه ماشي الحال، بخاطركم. اسمعني يا طارق. مين أنت كمان؟ أنا المدعي بساحة الضمير، جاي أوجه لك تحية سيد الضمير وأدعيك لساحتنا حتى تتكرم فيها. لا ما في داعي، أنا عملت واجبي وبس. لهيك الضمير طالبك يا طارق. هلأ مو خرج روح معك، لازم انتهي من ترتيبات الجنازة والدفن والعزاء. رح أرافقك بكل خطوة، وبس تخلص بتروح معي. ماشي أمرك، تفضل. السيد طارق صار بساحتنا يا سيد الضمير. أنت مرحب بك في ساحتنا يا طارق. حضرة المدعي، قم بإجراءاتك، وليكن طارق في موقع الاحترام والتقدير في ساحتنا. أمرك يا سيد الضمير. أنتظركما في قاعة المحكمة يا حضرة المدعي كي أعلن افتتاح جلسة اليوم. أمرك يا سيد الضمير. هنا ساحة الضمير ومحكمة العدل الحقيقي لمن يعرف معنى الضمير. نحن في قلب كل إنسان لأننا روح الإنسانية. نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم. نرحب بك في ساحتنا يا طارق، ونحن نستعرض قصتك مع المرحوم لؤي لتكون قدوة لغيرك في الوفاء والإنسانية. تفضل حضرة المدعي وأطلعنا على تفاصيل قضية اليوم. سيد الضمير، بدأت حكايتنا منذ 20 عاما، حيث كان طارق في 15 من عمره يعيش مع أمه بعد أن مات أبوه في حادث سقوط مروع من ورشة بناء كان يعمل بها، ولم يترك له ولأمه أي شيء يعيلهما، وهو قد وصل في دراسته إلى المرحلة الثانوية، وبسبب ضيق وضعه المادي اضطر إلى ترك الدراسة والبحث عن عمل يناسب سنه الصغير. وقادته الأقدار إلى محل المرحوم لؤي الذي كان يعمل في الخياطة. من هنا سنبدأ حكايتنا يا سيد الضمير. زبطت لي البنطال منيح؟ ولو. يسلم ايديك. الله يسلمك. شكرا لك. الله معك، مع السلامة. يلا. مرحبا عمو. أهلا وسهلا عمو. عمو،
لازمك صانع بالمحل؟ وشو بدك تشتغل عندي لك عمو؟ أي شيء، وإذا بدك تعلمني بتعلم بسرعة. يعني أنت مالك بالمدرسة حبيبي؟ لا عمو، تركت المدرسة. لا لا، ليش بقى تركت المدرسة؟ من شأن أصرف على أمي، لأنها مريضة ولازمها أدوية. وأبوك وينه عمو؟ أبي مات من سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنتوا وين ساكنين حبيبي؟ نحن مستأجرين غرفة عند الخالة أم حسام يلي هنيك براس الحارة. أم حسام الدايمة غيرها؟ هي عمو، هي نفسها. طيب أنا وافقت شغلك عندي، بس بدي أشوف أمك وأتفاهم معها وآخذ رأيها. ايه عمو، هلأ بقلها لأمي وخليها تيجي لعندك. لوين رايحة أم طارق؟ رايحة مع طارق شوف صاحب المحل يلي بده يشتغل فيه. يعني رح يشتغل ابنك طارق؟ ايه والله، شو بدي أعمل يا أم حسام؟ هيك الله كتب علي. طيب يا أم طارق، وشو من شان أجار الغرفة؟ هي صار لك 3 شهور ما دفعتيلي، وعلى علمك أنا عايشة من وراء الأجار. طولي بالك علي يا أم حسام، بنولك ثواب وشوفت عينك. أنا ما بقى فيني أشتغل وعايشة على مساعدات أهل الخير، وإن شاء الله ربي بيرزقني حتى أدفع لك. والله يا أم طارق، ميت ما بيحمل ميت، وأنا كمان شوفت عينك. لولا أجار الغرف يلي عندي كنت اتبهدلت. خلص أم حسام، أنا هالأسبوع رح أحاول أمن لك الأجار. يعني أنت بدك هالصبي يتعلم مصلحة ويطالع من وراها مصاري، ما هيك يا أختي؟ يا أخي، كان بدي إياه يتعلم وياخد الشهادة ويصير له اسم وينشلني من هالوضع يلي أنا فيه. بس الحمد لله هيك ربنا رايد. أنت كيف عايشة يا أختي؟ في مبلغ عم باخده من الجمعية الخيرية وشوي من أهل الخير، بس أحيانا بيقطعوني وبينكسر علي أجرة الغرفة، ولهيك بدي ابني يتعلم مصلحة ويساعدني بالمصروف. لأي صف وصل ابنك بالدراسة؟ للصف العاشر. ماشي يا أختي ماشي. كيف معاملتها معك أم حسام؟ إيه الله يعينها، هي عايشة من آجار الغرف، وأنا صار لي 3 أشهر ما دفعت لها وبلشت تنقع علي. بس شو أعمل؟ ما في معي. طيب أختي، طيب اتكلي على الله، وبكرة الصبح خلي ابنك يفز على الشغل. أخي ما قلت لي يعني قديش رح تعطي إجرة؟ اتركي لي هالموضوع وما رح تكوني إلا رضياني. أي كتر خيرك، بخاطرك أخي. مع السلامة. أمل؟ ايه حبيبي، ايه لؤي، خير شبك؟ بتعرفيها لأم حسام الداية؟ يو، ومين ما بيعرفها بالحارة؟ ليش عم تسأل؟ الولد يلي عم يشتغل عندي ساكن هو وأمه عندها، ومكسور عليهم أجرة الغرفة 3 شهور. بقى بدنا نعمل شي لله، شو رأيك؟ قصدك تدفع لها أجرة الغرفة مو هيك؟ ايه طبعا، ونعمل لها مصروف شهري بسيط هي وابنها. الله يجزيك الخير. وأنا شو المطلوب مني؟ تروحي لعند أم حسام وتسأليها قديش بدها من أم طارق وتدفعي لها، بس بدون ما تقول أم حسام مين يلي دفع.
كل عمرك إيدك للخير وبتحب الناس وتساعد الناس. الله يجعلها بميزان حسناتك يا رب. يا بنت الحلال، أنا وياك عايشين ببحبوحة والحمد لله. الحمد لله. وما في عنا أولاد، بقى خلينا نعمل شي لآخرتنا. الحمد لله على كل حال. يلا معناها قايمة هلأ روح لعند أم حسام. خدي مصاري معك مشان تحاسبيها ها؟ ومثل ما قلت لك نبهي عليها ما تقول مين يلي دفع أجار الغرفة. ماشي. وقليلة كل راس شهر تمرق لعندي على المحل وتاخد الإجرة. ماشي يلا على عيني. بصراحة يا ست أمل كنت ناوية إلا تفضيلي الغرفة، لأنه ما بقى أتحمل وأنا وضعي مثل مالك شايفة، بدي أعيش كمان. خلص يا أم حسام، كل راس شهر بتمرقي لعند جوزي على المحل وبتاخدي الإجرة. إيه؟ بس بدي منك شغلة. ما تقولي لأم طارق مين اللي عم يدفع الأجار. إيه؟ خلص تكرم عينك، والله يجزيك الخير أنت وجوزك. ومين يلي دفع لك الإجرة يا أم حسام؟ أنت شو بدك؟ خلص المهم الأجرة اندفعت من أهل الخير وهن وصوني ما أقول اسمهم ولا أنت تعرفي مين. الله يعطيهم من عطاء ويكتر من أمثالهم. طارق، ايه معلمي؟ مين هذا الشاب يلي كنت واقف انت وياه برات المحل؟ هذا رفيقي بالمدرسة، عم يقول لي إنه بده يعني مدير المدرسة. خير، شو بده منك؟ قال بده يعني ارجع للمدرسة لأنه أنا كنت شاطر كتير بالدراسة. وانت حابب ترجع؟ ايه والله يا معلمي، بس انت شايف وضعنا أنا وأمي. طيب يا طارق، بكرة أنا رايح معك على المدرسة وبحل الموضوع. ليش بدك تروح معي على المدرسة معلمي؟ ليش؟ خلص بكرة بتعرف كل شي. وشو بتقربوا لطارق حضرتك؟ والله يا أستاذ أنا جاره بالحارة، بس بعتبره مثل ابني. يعني بتعرف ظرفه العائلي بشكل منيح ما هيك؟ ايه طبعا، وأنا عم دير بالي عليه ورح أتكفل بكل مصاريف دراسته. أولاً الله يجزيك الخير. ثانياً بدي أقول لك يا أخ أنه طارق من الطلاب المتفوقين جداً. لما ترك الدراسة كل أساتذته انصدموا وكلهم تبرعوا أنهم يساعدوه بعد ما عرفوا بظروفه. يا سيدي هي أنا وهي أنتو، خلينا نتساعد حتى ننقذ هالولد ونخليه يكمل دراسته طالما أنه متفوق وبيحب الدراسة. نحن جاهزينها وشكراً لنخوتك، بس أعطيني رقم موبايلك لنتواصل لو سمحت. شو عم تقول أمي؟ يعني معلمك لؤي رجعك على المدرسة ورح يتكفل بكل مصاريف دراستك؟ ايه أمي، ومدير المدرسة كمان قال لي لا تاكل هم المصاريف وأي شي بينقصك تعا قال لي. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ايه والله الحمد لله يا أمي. لا تحرجيني أم طارق، والله ما رح قلك مين اللي عم يدفع لي إجرة الغرفة، لأنه مأمنة ما أحكي ولا جيب سيرته على لساني. طيب أنا بعرفه. ما رح جاوبك، خلص أنت شو بدك، المهم الله ريحك من الإجرة. الله يكتر خيره، مين ما كان يكون ويعطيه ليرضي. آمين. ماما طارق
برضاي عليك كل يوم بعد ما ترجع من المدرسة امرق لعند عمو لؤي وساعده شوي بالشغل وشوف شو بده. بدون ما تحكي أمي، كل يوم بمرق لعنده وبساعده بترتيب المحل وباخد له أغراض على بيته. واليوم كنت عنده وشفت خالي أم حسام قاعدة عنده وكان عم يعطيها مصاري. أم حسام جارتنا؟ ايه ماما. وهي أول مرة بتشوفها عنده أمي؟ لا أمي، كانت تمرق على المحل كتير وكان معلمي يعطيها مصاري وهي بتروح. قديش كان يعطيها أمي؟ والله ما بعرف، المهم كان يعطيها. ماشي حبيبي، قايمة حط لك غدا. والله يا ست أمل قاتلة حالها لا تعرف مين عم يدفع لأجار الغرفة. اوعك يا أم حسام تقولي لا. لا أعوذ بالله، مستحيل أقول. ها ليك طالعة من المطبخ، رح نادي لها وأعرفك عليها. يا أم طارق، أم طارق. يلا لحظة بس لحط غدا لابني وجاي. تركيها مسكينة باينتها تعبانة وصحتها على قدها. مسكينة معها روماتيزم وقلب وسكر، الله يكون بعونها. آمين. اختي ام طارق، اعتبري انه في إلك اخوات بالحاره وانا وحده منهم. بقى شو ما بتحتاجي امانه بتجي لعندي وبتطلبي حاجتك بدون ما تخجلي، ماشي؟ يكتر خيرك يا ست امل، ويكتر خير جوزك يلي واقف معنا وقفه الاخ لاخته. هذا واجبنا يا بنت الحلال، تكرم عينك. المهم طمنيني، كيف وضع ابنك طارق بالدراسه؟ الحمد لله أموره تمام بفضل الله وفضل جوزك، الله يجزيه الخير. والله جارنا لؤي ما في مثله بالحارة، وبيعتبر كل أولاد الحارة أولاده. كم ولد عندك ست أمل؟ ربنا ما أراد إنه يكون عنا أولاد، بس مثل ما قالت لك أم حسام، أنا وجوزي بنعتبر كل أولاد الحارة أولادنا. إلهي يعوضكم بالصحة والسلامة والرزق يا رب يا رب. مرحبا أخي لؤي. أهلين بأختي أم طارق. تفضلي قربي هالكرسي وعدي. ما بدي عطلك عن شغلك، بس حابة أتشكرك على كل شي عم تعمله مشاني ومشان ابني. لا يا بنت الحلال، هذا واجبنا. وخصوصا بدي أتشكرك على أجار الغرفة يلي عم تدفع لي إياه. ومين قال لك إني عم بدفع أجار الغرفة يا أختي أم طارق؟ الخير ما بيتخبى يا سيد لؤي، وكمان فاعل الخير ما بيتخبى. روح، الله يعطيك الصحة والرزق والسعادة ويعوضك عن كل قرش بعشرة. شبك أم طارق؟ فيكي شي؟ جاي فيكي شي؟ تعبانة، تعالي سنديني لفوت لغرفتي. سلامتك أم طارق، استندي علي يا حبيبتي، استندي علي. الله على قامتي، شو صار لك أم طارق؟ تعالوا ساعدوني يا جماعة، يا جيران. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. خير إن شاء الله. مرحبا أخي لؤي. أهلين أم حسام، خير شبك؟ ليش عم تلهتي؟ الحقني دخيلك، أم طارق وقعت على الأرض لا من تمها ولا من كمها. يا لطيف، يلا جاي معي. يلا. يا أمي خايف على ماما يا عمو. لا تخاف حبيبي، لا تخاف، أنا معكم وما رح أترككم. وهي والحمد لله الدكتور طمنا إنه أمورها بخير، وشغلة يومين رح تطلع من المستشفى. أخي لؤي، خذ طارق وروحوا،
أنا رح نام مع أم طارق ودير بالي عليها. إذا مالك قدرانة تنامي عندها روحي وأنا ببعت مرتي. لا عمو، أنا بنام عند ماما. ما بيصير يا ابني، ما بيصير تنام والمهجع كله نسوان. يلا تعال معي، يلا. ايه لؤي، طمني كيف أم طارق؟ والله يا أمل ما بخبي عليكي، الحرمة وضعها كتير تعبان وحالتها ميؤوس منها. بس أنا كذبت على طارق وقلت له إنه أمه منيحة. ولي على قلبي، شو بده يصير في لها الصبي إذا أمه صار لها شيء؟ هذا يلي بدي أحكيه أنا وياكي فيه. يعني شو بدك تقول له؟ إذا تركنا هالولد رح يضيع ويضيع مستقبله، ومدير مدرسته قال لي إياها بالحرف، طارق له مستقبل حلو كتير. ايه لؤي، المهم شو ناوي تقول؟ رح نعتبره مثل ابننا وندير بالنا عليه لبين ما يستلم طريق مستقبله. يعني قصدك انه يعيش بيناتنا، مو هيك؟ لا يا أمل، لا. أنا رح زبط له الغرفة يلي على الأسطوح وخليه يسكن فيها، وأنا وياكي مندير بالنا عليه. يا حسرتي عليه، ما له حدا. يا الله. سيدي ضمير، ماتت أم طارق رحمها الله، وبقي طارق في عهدة لؤي يرعاه هو وزوجته إلى أن حصل على الشهادة الثانوية بتفوق وجدارة. وبقي لؤي على عهده بأن يتابع طارق دراسته الجامعية على نفقته إلى أن يتخرج. ولكن يا سيدي، حصلت مفاجأة قلبت كل الموازين، فلنتابع الأحداث من هنا يا سيدي الضمير. مرحبا يا أخ. أهلا وسهلا. أنا اسمي فراس عبد الله، بكون عمو لطارق عبد الله يلي ساكن عندك. حضرتك عمو لطارق؟ غريب، بعمره ما قال لي إنه في إله عم. معك حق، بس أنا كنت مغترب برات البلد، وهلأ جاي زيارة، وبالغربة قدريت إنه أخي مات، وسألت كتير عن مرته وابنه حتى وصلت لعندك. مين دلك علي يا أخي فراس؟ مدير المدرسة يلي كان يدرس فيها طارق. إيه، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أمرني، بشو فيني أخدمك؟ أنا يلي لازم أخدمك ورد لك الجميل الكبير يلي عملته مع ابن أخي. لا يا ابن الحلال، لا، أنا ما عملت إلا الواجب. بس ما قلت لي ليش لهلأ حتى تذكرت ابن أخوك؟ الغربة هلكتني وقضيت المقاضي، جعت وتشردت، بعدين ربنا فرجها علي، وهلأ صرت من رجال الأعمال، ووضعي والحمد لله ممتاز. يعني بفهم من كلامك إنك جاي تاخد طارق؟ الشيء اللي ما بتعرفه يا أخ لؤي هو إني قبل ما أسافر بعت الأراضي اللي كان يملكها أبي بالضيعة، وسافرت بالمصاري حتى أشتغل، وكانت حصة المرحوم أخي أبو طارق من جملة الأراضي اللي بعتها، وهلأ بدي رد له إياهن عن طريق ابنه طارق. الحقيقة هي مفاجأة ما كنت متوقعها أبدا. طيب ممكن شوفوا لطارق؟ ايه، على عيني فورا. ايه، بتذكر انه امي الله يرحمها قالت لي انك بعت الاراضي واختفيت من البلد. شوف عمي، انسى الماضي كله الله يخليك، وجهز حالك فورا للسفر معي، لأني أنا بحاجتك
ولازمني تكون جنبي وتشاركني بشغلي. شو رأيك عمو طارق؟ هلأ القرار إلك. بصراحة أنا مالي قدران فكر بشي عمو إلا بمستقبلي وبس. ها؟ يا عمي مستقبلك مضمون، وأنا مثل ما قلت لك بحاجة إلك. خلص عمو طارق، شوف عمك شو بده ونفذ إرادته، لأنه الظاهر كتير مهتم فيك. قوم عمي قوم روح معي على الأوتيل يلي نازل فيه مشان تتعرف على مرت عمك وبنت عمك صبا. يلا طارق يلا، اسمع كلام عمك. حاضر مثل ما بده. تعرف يا سيد لؤي، أنا تفاجأت مثلك إنه طلع لطارق عم. عن جد أنا لحد هلأ مو مصدق يلي صار، لهيك اجيت لعندك. أنت واحد شهم وابن حلال يا سيد لؤي، وأكيد ربنا رح يكرمك لأنك أكرمت هاليتيم وتبنيته ورعيته. الحمد لله على كل حال، لأني ما عملت إلا ما يرضي الله. الله يجزيك الخير. أمال؟ شو بك؟ ليش عم تبكي؟ حاسسته لطارق قطع من قلبي، ماني قدرانة إني أتخيل يروح ويتركنا ويسافر مع عمه. لازم نفرح له يا أمل، لأنه رب العالمين أكرمه بوجود عمه. الله ييسر له طريقه ويكون معه بكل خطوة يا رب. هاي بنت عمك صبا. أهلين بنت العم. أهلين. وهاي مرتي أم صبا. أهلين مرت عمو. أهلين ابني. وأنا ما عندي أولاد غير صبا وبس، وهلأ صار عندي صبا وطارق. الله يخليك عمو. بتعرف بابا، أنا بتذكره لابن عمي طارق لما كنت صغيرة. إيه، وأنا بتذكرك منيح بنت العم. إيه كنتوا من عمر واحد انتوا الاثنين. على كل حال عميه، بكرة رح نمشي بمعاملة جواز سفرك من شان تسافر معي. طيب اتكل على الله. لؤي، ما عم يتصل فيك طارق؟ لسه بكير، ما صار له شهر مسافر. شبك أمل شبك؟ طولي بالك عليه. خايفة ينسانا بصراحة. لا طارق أصيل وما بينسى. يا ربي اشتقت له كتير، حاسة كأنه له سنة مسافر. الحمد لله نحن ما قصرنا معه وربنا يسر له طريقه. آمين. هل لك أن تحدثنا عما حصل لك في بلاد الاغتراب يا طارق؟ حاضر. كملت دراستي برا وتخرجت من الجامعة، وبعدين تزوجت بنت عمي صبا، وبعدين توفى عمي الله يرحمه، وصرت أنا المسؤول عن إدارة أعماله. ولماذا لم تتواصل مع لؤي يا طارق وأنت في غربتك؟ للأسف ما كان عندي رقمه لأتواصل معه، وكل الأرقام يلي عندي انمسحت من الموبايل، وهذا الحكي سبب لي ألم كبير. وما الذي حدث بعد ذلك؟ بعدين قررت أرجع على البلد أنا وزوجتي صبا، وبمجرد ما وصلت على أرض الوطن فورا خطر لي روح وزور عمي لؤي. طمني، شو صار معك طارق؟ لقيت عمو لؤي؟ للأسف يا صبا، الحارة كلها مهدودة وطالع فيها بنايات حديثة. وما شفت ولا حدا بتعرفه؟ أبدا ما لقيت حدا، وأصلا أنا نسيان ملامح كل يلي بعرفهم. طيب شو بدك تعمل هلأ؟ هلأ ما في قدامي غير حل واحد، إني روح شوف مختار الحارة، أكيد بيعرف وين صفيان عمو لؤي.
يا خوفي يكون توفى ونحن عم ندور على سراب. لا تفي من تمك، بعيد الشر. أنا إحساسي قال لي إنه لسه ما توفى، واليوم المساء بدي روح وكمل دوارتي عليه. لؤي. ايه ذكرته يا ابني، ذكرته. هذا المسكين بعد ما باع بيته وماتت مرته انهارت صحته وصار ينام بالحدائق. يا لطيف، شو هالحكي؟ طيب هلأ وينه؟ بتلاقيه بجنينة السبكي، بتعرفها؟ بسأل عليها، مو مشكلة، بس ليش لحتى يروح ينام بالجنينة؟ المسكين احترق محله وباع بيته وصرف ثمنه على علاج مرته، وهلأ هو على الحديدة. لا حول ولا قوة. كان يبيع شاي وقهوة بالحديقة، وياما حاولوا أهل الحارة وأهل الخير يساعدوه، بس هو رفض. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي مختار، ماشي، شكرا لك. أنا رايح على الحديقة لحتى أشوفه. الله معك. مرحبا عمو. أهلين يا ابني، مين أنت؟ عمو لؤي، أنا طارق يلي تبنيتني بعد ما ماتت أمي من 20 سنة. طارق. عمو لا تبكي، مشان الله لا تبكي. اسمع عمو، مثل ما حملتني أنا وصغير رح أحملك أنت وكبير. قوم معي عمو، قوم، بدي أخدك على الدكتور خليه يفحصك. خلاص ما في أمل يا طارق، خلصوا مياتي من هالدنيا. شو هالحكي هاد؟ قوم معي لأخدك على المشفى. يلا تعال، هات ايدك. ديري بالك عليه يا أنسة هنادي، وأنا رح أدفع لك كل أتعابك. تكرم عينك، بس ما قلت لي شو بيقربك المريض؟ هو يعني بمقام أبي الله يرحمه، وكتير بيهمني أمره كتير. خلص صار بأيدي أمينة، طمن. أنا رايح على المحاسبة، رح أدفع سلفة للمشفى، وأي شي بده إياه لا تقصروا معه أبدا، أرجوكي. من عيوني، ولا يهمك. عن جد أنا حزينة كتير على النهاية اللي وصل لها عمو لؤي. آخ يا صيبة آخ، لو شفتي حالته وهو بالحديقة كان منظره بخوف. دقن طويلة وتياب مهلهلة ونفسية تعبانة. عن جد احترق قلبي عليه. طول بالك، يعني مو كل هالقد تاخدك الحالة طارق. صيبة، أنا حكيت لك شو عمل معي عمو لؤي وكيف رعاني أنا وأمي، وبعد ما ماتت أمي هو اللي احتضنني. يعني أنا شو ما عملت معه رح أكون مقصر. طمنيني أنسة هنادي، كيفه عمو لؤي؟ ما بعرف شو بدي أقول لك يا أستاذ طارق. هلأ شافوا الدكتور وقال إنه كتير صحته متدهورة بسبب الإهمال، ويمكن يدخلوا على العناية المشددة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو بيحتاج لا تقصروا معه، وأنا جاهز لكل التكاليف ورقبتي سدادة. على عيني يا أستاذ طارق. شكرا. صح عمو. شو عمو شو؟ قلي، بدك تقلي شي؟ الله يرحمها، الله يرحمها تمرتي. مرة سألتني عنك وقالت لي يا خوفي طارق ينسانا.
قمت قلت لا لا لا، طارق أصيل ما بينسى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفعلا ما خيبت ظني فيك. انت واحد أصيل يا طارق، أصيل. اهدى عمو لؤي، اهدى مشان الله. انتهت أحداثنا يا سيد الضمير، ونحن ننتظر حكمكم العادل. بوركت يا طارق، لم يضع معك المعروف رغم مرور كل هذه السنوات، فقد أديت واجبك على أكمل وجه، ورددت المعروف بمعروف. لذلك نحن الضمير نحييك تحية الضمير، ونمنحك وسامنا وسام الضمير. اقترب يا طارق وتقلد وسامك بكل جدارة. ترفع الجلسة. كان معكم في هذه الحلقة أحمد السيد، لما هاشم، باسل الرفاعي، اسكندر عزيز، علي القاسم، مازن لطفي، جهينة خربطلي، نهاد عاصي، ليلى بقدونس، أميمة الطاهر، نبيل جعفر، إيمان عمر، كمال الحريري. قام بدور الضمير الفنان إياس بسام لطفي أبو غزالة بالاشتراك مع الفنان القدير رياض نحاس. كنتم مع محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد، يساعد في الإخراج رائد العطار، المخرج المنفذ فراس عباس. محكمة الضمير من إخراج محمد غزاوي.